لموضوع تاني خالص، هو الامتحانات. انتوا شايفين اسئله الامتحان بتيجي سهله، معقده، مش مفهومه، تبقى جايه عامله ازاي؟ وانتوا عايزينها تبقى تيجي عامله ازاي؟ اتفضل. الأستاذ بيحط الامتحان بيجيب الامتحان سهل وما بيجيبوش إلا من الحاجات اللي هو قالها كده أصلا. لا انا قصدي في امتحانات اخر السنه. مش امتحان الشهور، امتحان اخر السنه او نص السنه. مثلا يعني الامتحان بيكون متوسط ما بين سهل وما بين صعب، ولازم يعني مثلا يكون متوسط لأن يبين شاطر ويبين مثلا ما بيذاكرش. إن الامتحان بيكون سهل بس الأستاذ بيحب يميز الطالب الشاطر من الخايف، فبيكون حاطط حاجات في الامتحان للطالب الشاطر عشان يميز بيها بين الطالب. اتفضلي. في حدث امتحان مختار أسئلة عايز يكتبها كتير، بس هو بيبقى مش صعب، بالعكس بيبقى سهل جدا. تمام. طب يا جماعه، في طلبه بتقول احنا عندنا دلوقتي هنناقش مشكله الغش. في ناس بتقول ان الغش ده بيكون تعاون، وفي ناس تانية بتقول ان الغش ده حرام. انتوا رايكم ايه؟ صوت يا جماعه. الغش حرام، والرسول قال ان ما ينفعش نغشنا في راس الموبايل الغش ده بيضيع مستوى اللي هو ذاكر، بيخليه يروح المستوى بتاعه اللي هو ما تعبش في اي امتحانات ولا ذاكر، فبالتالي بيخلي الطالب الناجح في مستوى الطالب اللي هو ما ذاكرش وما تعبش. الغش حرام لانه اصلا يعني اللي بيذاكر يضيع، يعني مثلا حرام عليه انه مثلا يذاكر والتاني ما يذاكرش فيتساوي في الدرجات، فمثلا يعني لا بس حرام. بعدين احنا هنحتاج ندرس ليه واحنا واخدين الحاجات ديت، وعمرنا ما يجيبوا حاجه خارج المنهج، ولو في حاجه غير خارج المنهج اي مدرس بيخش في طب مش هنحتاج ندرس أصلا. طيب دلوقتي انت مثلا في امتحان الشهر او امتحان اخر السنه، وانت مذاكر وتمام فجاه لقيت في سؤال صعب، خلي بالك، وجنبك زميلك بيحله او حله، يعني في فرصه قدامك اهو، هتغش اهو، تغش ولا لا؟ عشان تطلع الاول او تطلع زي ما ترتيبك او الكلام ده كله. لو اتاحت لك الفرصه هتعمل ايه؟ مش هنغش طبعا. يعني عادي. متأكد؟ متأكد ولا مش متأكد؟ ماشي. مين تاني يا جماعه؟ يعني لو اتاحت الفرصه فعلا للغش. يلا. يعني لو انتوا في امتحان ويعني خلاص الامتحان خلاص السؤال ده اللي هنجاوب، هنجاوب. وانت من اللي بتحب تطلع الاول او بتحب تبقى يعني في الترتيب او كده، والسؤال ده لو ما حلتوش مش هتطلع في الترتيب، هتغش ولا هتسيبه؟ لسه انت دلوقتي ما فيش غش اهو. ما شاء الله. اتفضل. انا ما غشش السؤال عشان لو انا غشيته انا كده مش عارف مستوايا، فاسيب. لو سبته المره دي وعرفت السؤال، لو سبته المره دي ممكن ممكن يجي برضه. انا لو غشيته دلوقتي ممكن يجي في امتحان اخر السنه او نص السنه برضه ما عرفش ان انا اجاوبه، برضه اضطر ان انا اغش. تمام. طب سؤال يعني اسلوب تاني بقى للطالب المتوسط. خلاص؟ انت دلوقتي حليت مثلا نص الامتحان او اقل من نص شويه، والسؤال ده هو اللي هيعديك هيخليك تنجح. تمام؟ هتضطر تغشه ولا برضه هتفضل على مبدأك؟ عايز سؤال تاني؟ عايز سؤال تاني. كطالب متوسط، احنا قلنا مش سيبك من المتفوق دلوقتي، طالب متوسط مستوى عادي خالص، جه يحل الامتحان كان صعب عليه شويه. فحل مثلا قريب من نص الامتحان او نص الامتحان او مش هينجح. في سؤال واقف عليه وهيقدر يغشه من زميله عشان ينجح، عشان مجرد النجاح. يغش ولا مش يغش؟ بس بصراحه في ناس بيبقى ما عندهاش ضمير
بيبقوا بيغشوا ناس بيغشوا. بعدين في ناس بيبقى ما عندهمش تمرين بيغشوا، في ناس بيغشوا عشان تمام. بس يا جماعه عشان الصوت، عشان زي ما قلت لو سمحت. وبيسووها عشان يسيبوا فرصة التانيين يعني هم يختفوا. احنا ما بنتكلمش عن مدرسه طبعا التربيه الخاصه كغش، يعني طبعا الحمد لله ما اكيد فيهم رقابه جامده غير المدارس. بنتكلم عن الحكوميه، عن المدارس الحكوميه انت هتواجهوها بعدين، يعني تخشوا ثانوي ولا تخشوا اي مدارس ثانيه فهتواجهوا الكلام ده بعدين. فاحنا بنقول انت نفسك اتربيت على مبدا او قيم معينه ان انت ما تغشش في الامتحانات كطالب، صح ولا لا؟ اتربيت على كده، اكيد ما بتغش هنا. لكن انت بقى ما تيجي تخش في المدارس الحكوميه وهتلاقي فيه طلبه عماله تغش وانت متربي على مبدا معين ان انت ما تغشش. يا ترى هتغش ولا هتفضل على مبدأك؟ هتتغير؟ حد يجاوب يلا. طبعا اتغير شوية بس ممكن ارجع لمبدأي. يعني ما هو اللي عنده مبدأ بقى يحافظ عليه. ولا ايه؟ اتفضل. هو طبعا اللي حواليا اثروا عليا في الموضوع ده، بس اللي عنده مبدا مثلا اللي عنده مبدا ماشي عليه مش هيغش ولا يغشش حد، هو ده اللي مش هيغش. انما اللي ما عندوش مبدا وماشي كده يعني ما ذاكرش في الامتحان وجاي يمتحن، هو ده اللي هيغش وهيتاثر باللي حواليه. تمام يا جماعه، حد عنده راي تاني؟ طيب انتوا بتاخدوا واجبات كتير؟ ما تاخدش واجبات كتير. بتحلوا هنا يعني مثلا لو احيانا مثلا تبقى شويه او مثلا متوسط يعني صغير. حل سؤال مثلا قطعة كاملة، سؤال أو ممكن تكون صفحة بس أسئلتها خفيفة بس سؤال صعب يعني، بس بيتحل عادي، بس هو الواجب ما بيبقاش كتير. كده حلو. عندك لسه. طب يا جماعه بالنسبه لي الواجب مش كتير، حتى الواجب ده بيبقى مفيد لنا، بيبقى تمارين مع اللي احنا بنحله في البيت. يعني لا هو دوت يعني بالنسبه بيبقى تمارين كمان اللي احنا الدرس اللي احنا خدناه النهارده، يعني درس الكمبيوتر اللي خدناه بنروح نطبق عليه في الكتاب بتاعنا وبنحل الواجب الاستاذ بيجاوبنا، ده برضه تمارين عندنا. حد تاني؟ هو المثل بيدينا مثلا واجب على اساس لو احنا عندنا امتحانات مش هيدينا واجب كتير وممكن ما يديناش خالص في الامتحانات علشان نذاكر ونجيب درجة كويسة. انما لو احنا ما عندناش امتحانات والوقت فاضي قدامنا فهيدينا واجب عادي. حاجه تانية يا جماعه؟ طيب التكنولوجيا الحديثة والإنترنت والفيس والواتس والحاجات دي كلها بتأثر عليكم في مذاكرتكم ولا شايفين إنها ترفيه بس مش أكتر؟ يعني ما بتشغلكوش عن المذاكرة أو كده؟ اتفضلي. إيه؟ بتأثر يعني هتأثر عليك إيجابي ولا سلبي؟ سلبي طبعا. تمام. يعني اتفضل. ولو انا منظم وقتي مش هتأثر عليا. انا منظم وقتي مثلا بقعد فترة معينة في اليوم وخلاص. وممكن برضو لو جات مثلا عايزة ادخل ابحث عن حاجة محتاجة في المدرسة كده عادي، دي كده مش هيأثر عليا. انما لو ليل نهار قاعد عليه دوت هيأثر سلبي. تقدر تتحكم في الوقت ده؟ اقدر اتحكم في الوقت. تقدر يعني؟ انت قاعد على الفيسبوك كده مثلا وبتاع، تقدر تتحكم في وقتك؟ تقول لا كفايه كده انا هخش اذاكر؟ ولا هو خلاص انت دخلت على الفيسبوك ولقيت نفسك خلاص ايه الوقت دخل معاك وضاع منك وقتك يعني؟ مثلا لو انا قدامي هذاكر النهارده ومحدد وقت النهارده هقعد مثلا نص ساعه على الفيس بس وبعدين اكمل واجباتي واذاكر. تمام ماشي. ممكن الفيس يأثر عليا بس انا لو متعلقه بيه أوي ممكن نص ساعه مثلا يوم الجمعه او كده، لكن في اوقات الدراسه ما بيفتحش في الايام، ما بيفتحش في ايام الدراسه خالص. تمام. وممكن يبقى واحنا بنذاكر يبقى ترفيه عن النفس، يعني ممكن تفكي عن نفسك شويه بمعنى اصح. اللي كانت بتذاكر كتير 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 تقعدي شويه تروحي. حاجة تانية يا جماعة؟ انت يا بنتي عايزه هو حاجة تانية يا جماعة؟ اتفضل.
مثلا استخدمناها إيجابي فبتدينا نتائج إيجابية، أما لو استخدمناها مثلا اللي هنضيع وقتنا هتديها نتائج سلبية يعني على الدراسة. تمام. انتوا شايفين ان الاسره البيت يعني البيت عندكم باباكم ومامتكم ليهم دور في كده، يعني ليهم دور في ان هم ممكن يتحكموا في الحاجات دي يمنعوها منكم، يسيبوها لكم كده؟ اتفضل. يعني مثلا لو وقت المذاكرة مثلا يمنعوهم، أما مثلا لو بعد ما خلصنا خالص وحلينا التدريبات وكله ممكن يعني مثلا نستخدمها بعد الوقت، يعني مثلا نص ساعة كده يعني. كل أم وكل أب خايفين على ابنها وبنتها وكده لقيتها مستقبلها، وتبدأ ممكن الحاجة اللي هي بتشوفها تجذبها أكتر وتخليها يعني ما تنتبهش لمذاكرتها أو كده، ممكن يتم مستقبلها. التكنولوجيا ممكن تكون سلاح ذو حدين، ممكن تكون في الاتجاه السلبي وممكن تكون في الإيجابي، فلو استخدمت في الاتجاه الإيجابي ممكن الأسرة ما تمنعش حاجة، إنما لو استخدمت في السلبي تمنع ان هو لو الاسره عندنا لو هم شايفيني بذاكر وبعمل اللي عليا وبجتهد وبعمل واجباتي مش هيمنعوه، هيسيبوا البيت معايا يعني اقعد لو انا منظم وقتي، انما لو انا على طول ليل نهار قاعد عليه ما بقطعوش فهم لازم يمنعوه. قصرت يعني في مذاكرتي، قعدت الليل نهار بلعب مع صحابي فكده ياخدوني يمنعوا عنك. المفروض يعني هم يمنعوك، انت ساعتها مش هتبقى زعلان. لا ده كده مصلحتك. مصلحتي ومستقبلي. فهمت ايه؟ يا جماعه هندخل بقى اخر سؤال معانا، هو المعلم المثالي. انتوا رايكم ايه في المعلم المثالي؟ يعني المعلم المثالي من وجهه نظركم انتوا عايزين ايه الصفات تكون بتاعته؟ يعني المعلم ده لو شفتوه في الصفات اللي انتوا عايزينها تقولوا ده معلم مثالي، ايه هي الصفات دي؟ المعلم ده ما يكونش غليظ مع التلاميذ بتوعه، لانه لو كان غليظ هما بالتالي هيكرهوه مش هيحبوا الماده، فهو المعلم لازم يهتم بتلاميذه كويس ودايما لو اي صعوبه يلجأوا له على طول، يحسوا ان هو زي باباهم كده. مثلا المعلم لازم يسمع كل آراء التلاميذ، يعني مثلا ما يسمعش آراء وياخد قرار. المعلم لازم مثلا اللي هو ما يضربش على أتفه سبب، مثلا واحد بس بص جنبه يضربه والحاجات دي، فهي دي أتفه أسباب، فبالتالي التلاميذ هيكرهوه مش هيحبوه. كمان في حاجة كمان إن هو يستمع لآراء التلاميذ كلها، يعني ما يفضلش حد عن حد، لأن لو فضل حد عن حد اللي هو مفضله على التاني هيكرهه فمش هيحبه. ده برضه تمام. بشكركم يا جماعه لو جبتوا الجميله دي، وعرفتوا ان شاء الله نسمع نصر صوتكم للمسؤولين. مبسوطه اني اتعرفت عليكم. شكرا جدا. السلام عليكم. دلوقتي يا جماعه احنا في فصل ثانيه اعدادي، هنعمل معاهم برضو لقاء ونعرف ايه هي مشاكلهم وايه هي الحلول اللي هم بيقترحوها عشان نوصلها للمسؤولين، ونقدر ان احنا نغير لهم حاجه تساعدهم او تنفعهم في مذاكرتهم وفي مستقبلهم ان شاء الله. دلوقتي نبتدي باول سؤال معانا، وهو المنهج الدراسي. انتوا شايفين المنهج اللي بتدرسوه صعب، سهل، معقد، مليان كلام كتير ملوش لازمه؟ انتوا ايه وجهه نظركم من حيث المنهج الدراسي؟ اللي عارف بس يرفع ايده. يعني انت شايفاها معقد؟ هي الحاجات دي مش هتنفعنا اصلا لما نكبر او نروح حاجه او كليه تانية او كده. حاجه ثانيه يا جماعه؟ المدة قصيرة بس المنهج كتير. كمان المدة بتاعته قصيرة بس المنهج كتير خالص، ملحقش متناسب مع طول الكتاب. تمام. طب انتوا يعني ايه الحلول بتاعتكم؟ يعني انت عايز حل ايه للمشكله بتاعتك؟ تمام. حد تاني يا جماعه؟ طيب
انتوا بتلاقوا فرق بين الكتاب المدرسي والكتاب الخارجي ولا الاثنين زي بعض؟ وبتذاكروا من اهلي؟ الخارجي كتاب المدرسة ما كنتش فيه أصلا في حاجة خالص، هو الدرس بس مفيش معاني ولا يعني ولا أي حاجة. طيب انت اكتر حاجه في حل المشكله دي؟ بسطوا الكتاب المدرسي شويه عشان نقدر نذاكر منه. تمام. حد تاني يا جماعه؟ تمام مش مظبوط ليه؟ مش عارف مش ظابط الزوايا خالص. طيب انتوا بتاخدوا دروس؟ بتاخدوا دروس. طب ليه بتاخدوا دروس؟ مع ان اللي اعرفه ان هنا بسم الله ما شاء الله يعني بيشرحوا كويس جدا. المدرس ما بيسيبش حاجه غير لما بيقول. ليه بتلجأوا للدروس بقى؟ مع ان متوفر لكم كل حاجه. اتفضلي. كل واحد له طريقه شرح. مثلا انت مش بتفهمي من مدرس المدرسه ليه طريقه شرح مختلفه عن الدرس، فممكن ما تفهموش منه. لكن الدرس ممكن بيشرح بطريقه انت بيقدر لك يوصل المعلومه، ممكن اللي هو في المدرسه ما يقدرش يوصل المعلومه. حد تاني يا جماعه؟ انت اكيد بتاخدوا نشاط مسرح، اقتصاد، العاب هكذا. شايفين ان هي ملهاش لازمه اصلا يلغوها بتضيع الوقت ولا عادي يسيبوها ترفه عنكم كده؟ اتفضل. يسيبوها ترفه عنكم ما بتضيعش وقتك؟ تمام اتفضل. عايزه تسيبها ايه؟ حد تاني يا جماعه؟ اتفضلي. المدرس كتير بتلاقينا ان الحصه دي مالهاش لازمه اصلا بتضيع وقتنا وبتقلل من مستوانا. طب انت ايه وجهه نظرك؟ هي بتضيع وقتك ولا عادي؟ او بتضيع الوقت. بتضيع الوقت. تمام. لا بصراحة هي ما بتضيعش الوقت. بتضيعش الوقت. هي لو بتضيع الوقت دي لما تكون كتير، لكن لما تكون حصص قليلة انتوا هتستفيدوا منها. طب تمام. تمام. ايه ده بقى؟ الواجبات، بتاخدوا واجبات كتير؟ لا. متوسط. متوسط. طيب لو بتاخد واجبات كتير هتأثر عليك في مذاكرتك ولا رسم تمام. هتأثر عليك أكيد. تمام اتفضل. التكنولوجيا الحديثة والإنترنت والواتس والكلام ده كله بيزعجكم أو بيعطلكم عن مذاكرتكم؟ ملوش لازمة؟ ليه لازمة؟ بيساعدكم؟ إيه وجهة نظركم؟ اتفضلي. لا ملوش لازمه، بس ده ممكن يعطلك لو انت مثلا بتعملي حاجه. بعض الناس ما بيقعدوش مع اهاليهم، بعض الناس ما بيقعدوش مع اهاليهم مثلا لا اما على الواتس لا اما على الفيس، فمش لاقيين وقت حتى، يعني هيلاقوا وقت لاهاليهم مش هيلاقوا وقت لمذاكرتهم. اتفضل. ايه؟ ولازم لازم وقت كمان. بعدين ما ينفعش يلغوه. تمام. بس هو ممكن يضيع وقت. تمام. حد تاني يا جماعة؟ اتفضل. المشكلة مش في الواتس ولا الفيس، المشكلة أصلا إحنا بنروح المدرسة الساعة 2، نبدأ دروس يوميا بنخلص دروس الساعة 7، هنحل واجبات المدرسة تبقى الساعة كام؟ هننام وهنذاكر إمتى؟ الكتب منهجها كبير وملوش لازمة. طيب يا جماعة انتوا شايفين ان باباكم ومامتكم ليهم دور في مذاكرتكم، بيساعدوكم في المذاكرة، بيمنعوا عنكم حاجات، بيعاقبوكم كده، بيساعدوكم في حاجة في مذاكرتكم؟ اتفضل. لا من أول يعني بسنة أولى مثلا لحد سنة 6 كانوا بيساعدونا بس كبرنا دلوقتي دخلنا الإعدادي ما حدش حد بيساعدنا يعني عادي نعتمد على نفسنا. أكيد باباكم أو مامتك ليهم رقابة عليك. رقابة عليك، بيتواصلوا مع المدرسة، بيعرفوا عامل إيه في دراستك وكده. طب تمام، لو جيت مرة والمدرسة كلمت مثلا باباك ومامتك قالوا لهم إن أنت مش ملتزم أو بدأ مستواك يقل، ساعتها باباك ومامتك ممكن يكون إيه رد فعلهم؟ عادي يعني يشدوا عليا عادي. ممكن يمنعوك من حاجات بتحبها؟ تمام. حد تاني يا جماعة؟ طب بس معلش طبعا انتم ملاحظين ان المستوى الاخلاقي للطلبه بدا يقل.
صح ولا غلط؟ صح. كلنا ملاحظين يعني مستوى الاخلاق للطلبه انحدر تماما يعني. طيب من وجهه نظركم انتم كطلبه ايه اللي ادى للكلام ده؟ او ايه السبب؟ ايه السبب؟ اتفضل. عدم الاهتمام. ها؟ عدم الاهتمام. طب علي الصوت معلش تاني. ها؟ عدم الاهتمام. عدم الاهتمام من مين بقى؟ الطالب ايوه. لازم يبقى مهتم. أشدد عليه. الطالب بيرد فعله ما بيبقاش يعني تمام ماشي. ايه تاني؟ حد تاني؟ اتفضل. هو بيختلط بالطلاب اللي بره في الدروس. الاختلاط بالطلاب. تمام، ده برضو بيأثر عليه بالسلب. ماشي. مين تاني يا جماعه؟ اتفضل. تسمع كلمة وحشة وترددها. تسمع كلمة وحشة وترددها. طب ما انت المفروض تبقى مسيطر على كلامك، يعني تقدر ازاي تتصرف في الموقف زي ده؟ يعني ما تسمعش اي كلمة وترددها. ماشي تمام؟ ها؟ مين تاني يا جماعة؟ اتفضلي. لا يعني سبب المشاكل الطلاب ايه؟ يعني العنف في المدارس اللي بنشوفه دلوقتي، الطلبه تمسك في بعضها، تمسك في المدرسين بتوعها. ايه الاسباب؟ انت شايف ايه؟ غلط ولو مستر سامحه بيرجع يعيدها تاني. مفرقش معاه تاني. لازم معاقب يعني؟ بيكسلك كده. تمام. طب ايه رايكم في العقاب بقى؟ انواع العقاب عندكم بالنسبه لكم ايه؟ هل العقاب البدني هو الاساس؟ يعني نمسك الطالب نعاقبه ونضربه؟ ولا في انواع ثانيه من العقوبات؟ اتفضل. هذا واحد مثلا من ابطاله كده عيب، هو اللي بيجيب التهزيء لنفسه، فما قلتش كلمه عيب او كلمه يعني خارج الفصل او اي حاجه، فبالتالي المدرس هو هيقول له كلمه عيب، هيقول له كلمه وحشه، هو هيتضايق منها. دي هي اقصى عقوبه. تمام. ايه تاني؟ ممكن نعاقبه بايه؟ تاني؟ ممكن نحرمه من حصص الأنشطة بتاعته، حصص الترفيه، ما يقدرش مع أصحابه، مثلا نمنع من الفسحة. ماشي. حد تاني يا جماعة؟ مين اللي طلع الأول الترم ده؟ الترم اللي فات. الأوائل يعني. مين الأوائل؟ مش متقربين أوائل اللي يعني طلع 10 أوائل 10 أوائل يعني من يعني نص التاني. طيب ماشي تمام. مين كانت الأول مين؟ رنا أنور الأول. رنا أنور. الخمسة الأوائل ها؟ رنا أنور الأول. رنا أنور. فين رنا؟ هناك مع مس دعاء؟ أنا الثاني. رنا فين؟ المهم الأوائل يا جماعة. مع مس إهداء. المهم الأوائل. سميرة مع مس إهداء. انتوا كنتوا بتعملوا ايه عشان تذاكروا وتطلعوا الاوائل او ترتبوا، يعني تطلعوا في الترتيب او كده؟ ايه هي اسباب اللي خلتكم تطلعوا من الاوائل؟ كنتوا بتذاكروا كام ساعه؟ اهتمام المدرس بينا واهتمام المدرسه واهتمام اولياء الامور والمدرسين. احنا مذاكرين. تمام. انا ممكن بحدد وقت، يعني مثلا بنظمه ما بين الدروس، وبفصل ما بين الدروس ومن المدرسه. يعني مثلا واجبات المدرسه ممكن ما تكونش كتير عليا، المدرسين برضو بيساعدونا، في بعض المدرسين يعني بيقولوا لنا بيسامحونا مثلا على الواجب ممكن ما تعملهاش، وفي بعض المدرسين بيضغطوا علينا، بس انا بنظم وقت ما بين المدرسه، بفصل ما بين المدرسه وما بين الدرس. احنا اهتمامنا كان بالمذاكره كتير، بس الامتحانات كانت صعبه جدا لدرجه ان في حاجات كان جايه لنا احنا ما خدناش اصلا. مناهج الترم الثاني مش من الثاني اعدادي، كانت جايه من الترم الثاني، وانجليزي كان معظمه مش عايله منها. طب انت مثلا لو صوتك ده يوصل لمسؤول كبير، انت بتطالبيه بايه في الامتحانات دي؟ ادينا الامتحان ان احنا الامتحان يكون على منهجنا، حتى لو كان درجه صوته اكتر كتيره، حتى لو كانت اكتر من 70%، لكن المفروض ما نجيبناش حاجه بره المنهج. احنا مش مطالبين بقى اصلا. تمام. حلها ازاي؟ تمام. حد تاني يا جماعه عنده وجهه نظر؟ حد تاني يا جماعه؟ تمام. هننتقل برضه نفس النقطه اللي انت بتتكلم فيها، الامتحانات. انتوا قلتوا ان الامتحانات صعبه، تمام؟ في حاجه مهمه جدا هنتكلم عنها دلوقتي، اللي هي الغش. في ناس شايفه ان الغش تعاون، وفي ناس تانية شايفه ان الغش ده حرام. انتوا مع انهي فكره؟ حرام. طب تمام، لو انت الامتحان دي صعبه قوي قوي، وفي نقطه انت حليته كله، وفي نقطه وقفت عليك وانت بتطلع الاول على طول، والنقطه دي وقفت عليك ولو ما حلتهاش مش هتطلع الاول، يعني مش هترتب خالص، النقطه دي عليها درجات كبيره، هتضطر انك تغشها ولا تسيبها؟ لا اسيبها احسن. هتضيع لك كتير، هتخليك ما تطلعش من الاوائل، مع انك كنت هتطلع الاول. اخد حسنات، انا حسنات اكتر احسن من الاول. حد تاني يا جماعه بيتنصص؟ ان الرسول صلى الله عليه وسلم جاب حديث ايه؟
وانا مش هنقدر اسامح. بعدين طبعا هيسيبها ضميره يرتاح احسن ما يرجع يطلع الاول. حد تاني يا جماعه؟ اتفضلي. اللي بيتعود على الغش من هو صغير بيكبر في حياته برضه هيتعود على الغش، حتى لو هو مثلا كان في جامعه او في مدارس. الغش حاجه وحشه. حتى لو حضرتك في موقف مجبره يا اما تجيبي درجه مش كويسه يا اما تغشي. لا اجيب درجه مش كويسه احسن ما اغش قدام نفسي انا غشيت، يا ترى ده مجهودي ولا مجهود غيري؟ طب سؤال يا جماعه معلش اسئله الامتحان ازاي في بعض الاحيان بتجبر الطالب ان هو يغش؟ بتجبرك انت كطالب ان انت ممكن تغش؟ اتفضلي. بتكون بطريقه مباشره فيضطروا الغش. بتكون بطريقه غير مباشره كده. لو جيت بطريقه غير مباشره بيضطروا انه يغش. تمام. ايه تاني؟ اتفضل. عشان يجي على المستوى المتوسط، ما يجيش على المستوى المتفوق خالص. قولوا يا جماعه الموضوع مهم. احنا لو بصينا للامتحانات اجا وقارناها بامتحانات اي اداره ثانيه هنلاقي امتحانات اجا امتحانات صعبه جدا، لو اديناها لاي اداره ثانيه هنلاقيها المقارنه بيها ملهاش اي لازمه اصلا. الامتحانات الثانيه بتبقى سهله جدا مع انهم برضو بيجيبوا فيها درجات قليله. احنا لو جالنا الامتحانات بتاعه الادارات الثانيه دي احنا هنطلع يعني هنجيب درجات عاليه جدا مقارنه لدرجاتهم. تاني يا جماعه؟ هما بيقولوا ان تبقى مدارس خاصه لما يبقى هي مدارس خاصه لازم الطلاب اللي فيها يبقى مستواهم عالي جدا، لازم يجيبوا الامتحانات، واللي طبعا بره المدارس الحكوميه بيبقى سهل. مش شرط برضه. المدارس الحكوميه في وقت يا جماعه بتجيلها امتحانات صعبه جدا برضه. بس لو كنت تسعى على مستوى السنين هتلاقي طبعا المدارس الخاصه بتبقى اصعب كتير. تمام. تمام يا جماعه. طيب انتوا طبعا فصل مشترك بنات وصبيان. انتوا شايفين ان دي حاجه مش كويسه ولا انتوا مرتاحين كده ولا ايه؟ من وجهه نظركم؟ يعني بتسبب لكم مشكله؟ بتسبب لكم مشكله او كبنات هو مخرجه او ولد ومخرج ولا ما بتسببش مشكله؟ جو بصراحه مش فاهم مشاكل عادي. مثلا واحد مثلا لو بنت قالت كلمه اي ولد هيتريق عليه، لو بنت مشيت ولد هيتريق عليها وهيتكلم عليه، فبالتالي البنت هتتضايق. مثلا يعني المدارس الحكوميه كلها بنات مفيش ولا في كده وفي كده في السنه وفي القراءه بس في كده وفي كده بس في السنه وفي القراءه عندنا لا بس انا الاشتراك ده حاجه وحشه. تمام. ده مفيش مشكله، ده وجهه نظر طبعا. ايه حلك يعني؟ انت ايه حلك في المشكله دي؟ يعملوا بنات واحده وصبيان واحده. طيب ما في برضه معلش في بعض الطالبات لما سالناهم في الموضوع ده هو كان لهم وجهه نظر ثانيه. قالوا ايه؟ قالوا ما احنا كده هنختلط بالبنين او بالشباب في الشارع وفي الجامعه وفي كل مكان، فبالتالي لازم انا كده اكون متعوده ان انا اقعد ايه؟ لو اتعودت من يعني من طفولتي ان انا اقعد مثلا فصل مشترك مفيش مشاكل بالنسبه لي. تمام كده؟ ده وجهه نظرهم. يعني هي بتقول ايه؟ تدريب عملي للبنت على انها بعد كده هتواجه الحياه مستقبلا، لان لو ما اتعودتش عليها وكان كله فصل بنات هيحصل لها مشكله ايه؟ هتتفاجئ بقى بره لما تقابل اي شباب اي حد يكلمها كلمه مش كويسه. يعني ايه رايك؟ لا بس برضه يعني هنا لما تكون مثلا في الفصل اي واحده بتمشي عايبه اي كلمه ممكن يعني تفتكرها ان هي وحشه، ممكن تتقبل في الشارع. الشارع كله مليان كلام، لكن في الفصل ممكن انت عارفه مين اللي بيتكلم على كده. لكن في الجامعه في ناس كده بتتكلم بس انت مش هيهمك ان كلام الناس. كلام الناس من ولا بيأخر ولا بيقدم. تمام ماشي. طب حد تاني يا جماعه؟ تعامل مختلف مع البنات والبنات. البنت لو عملت حاجه غلط والمدرس نبهها مش هتتكرر، لكن غالبا بيكرروها دايما. لا ما انا فاهم. يعني انت بالنسبه ليكي كبنت انت يعني لا طبعا البنات لوحدهم والولاد لوحدهم. يعني انت تفضلي يكون البنات لوحدها والصبيان لوحدها. تمام. تعامل مختلف كده. البنين لوحدها. تمام. حد من الشباب له وجهه نظر؟ يا رجال اتفضل. مثلا لو حرج مثلا ولد هيبقى الحاجه اكبر مما يبقى في الفصل صبيان لوحده بس. هيبقى يتحرك اكتر لما يبقى في بنات. يعني انت وجهه نظرك برضه فصل بنات وفصل ولاد. تمام. حد تاني يا جماعه؟ اتفضلي. بس الاحراج لو كان الولاد قدام البنات قدام الفصل كله مش هيكرر الغلط تاني. طب ولو كررت؟ ماشي بس يكون الاحراج اكتر. ما عندوش دعوه. حتى السلوك بتاع السائلين. تمام ماشي. حد تاني يا جماعه؟ طب حد عنده مشكله عايز يقولها؟
مشكله حد بتقابله مشكله احنا ما ذكرناهاش. الصور اضحك وانا صور عادي شاطر. هنختم بس بآخر سؤال معانا وهو المعلم المثالي من وجهة نظرك. المعلم المثالي من وجهة نظرك ايه هي صفاته؟ ايه هي المواصفات اللي انتوا لو شفتوها في مدرس تقولوا هو ده المعلم المثالي بالنسبة لنا؟ ماشي هو يا جماعه هو انتوا عايزين مدرس لو شاف مشكله في طالب يعرفها. الصوت شويه بعد اذنك. المدرس ده لو شاف مشكله في طالب يعرفها. مقصر في حاجه ياخده يعرفه تقصيره. مثلا مش عارف ينظم وقته في المذاكره في اي حاجه ياخده يعلمه ازاي يعمل كل حاجه. ده المعلم المثالي. اتفضلي. ما يهزقش الطالب لما يكون مثلا في موقف يحاول يعني اللي هو يجيبها واحده واحده يعني يحاول يفهمه واحده واحده. ماشي مين؟ مثلا يقولوا صحيح البنات يعني مثلا حد من الصحاب غلط بيضرب لو كان البنات بيسيبوا. ماشي. ايه تاني؟ حد تاني يا جماعه؟ طيب بص يعني هسألكوا سؤال أخير خلاص هو كده هنختم إن شاء الله. السؤال بيقول إيه بقى؟ لو وزير التربية والتعليم قدامك دلوقتي عايز تقول له إيه؟ قول له أنا مشاكل 1 2 3 وعلاجها 1 2 3. خلاص؟ الوزير مثلا موجود أهوت تقول له علاجها إيه؟ ها؟ تخفيف المناهج. كويس. والامتحانات المفروض تيجي على المستوى بتاعنا مش أكبر مننا، مستوى إحنا ما نفهمش الأسئلة. يعني يجي حاجات ما احناش مش علينا اصلا مش متربيين بيها. طب المنهج متوافق مع عقلياتكم كطلبه في السن دي في المرحله ديت؟ ماشي بس والله اكبر من العقليات بس كميه كبيره يعني طول المنهج فقط لا غير لكن مش معقد. ايه؟ المنهج معقد ولا هو طويل بس وخلاص؟ طويل. طيب ماشي. مين تاني هتقولوا ايه يا جماعه له؟ مين تاني يا جماعه؟ تقولوا ايه لوزير التربيه والتعليم؟ مشاكل عندكم قولوها وحل المشكله كمان تقترح حل العلاج. تعليمنا ما يكونش زي تعليم اي دوله يعني اي دوله اخرى من الدول الاجنبيه. ازاي؟ ليه احنا لا يعني ليه احنا تعليمنا متاخر عنهم بكتير. يعني مثلا مش متوفر لنا كل الاحتياجات اللي هم متوفر لهم هناك. يعني انت بتقترح ايه برضه علشان خاطر المشكله تتحل؟ يعني كل مثلا يعمل لك ايه؟ يعني مثلا المنهج يكون على عقليتنا. ماشي. مش عقليه حد اكبر منا بسنتين يعني مننا بسنتين. اكبر من سنكم. يعني وتخفيف المنهج. ويكون طريقه التعليم يعني مش بدائيه زي التعليم اللي احنا بنتعلمه ده، يكون يعني متقدمه زي الدول الاخرى. نستخدم التكنولوجيا الحديثه يعني في التعليم. تمام. تشيل الكتب خالص مالهاش لازمه؟ نحط شاشه في الفصل مثلا. نحط شاشه في الفصل مثلا. يعني انت قصدك يبقى عرض الكتروني عرض على الكمبيوتر يعني بلاش كتب خالص يبقى تيجي ننزل على الاسطوانات وتتعرض ايه داخل الفصل والمدرس ايه يشرحها. ماشي تمام. بس مش كل حاجه على وزير التربيه والتعليم، احنا ممكن نساعدهم ان احنا بقى نمنع الغش يشد على اللجان شويه. السلوك برضك يعني المدرسين ممكن يعلم واحد الباقي كله هيتعلم الاخلاق مثلا السلوك يغير معاملتهم. وزير التربيه والتعليم ماشي احنا نقول المشكلات مثلا يقلل المنهج دي ممكن يعملها. وزي ما اروى قالت اللي هي مثلا الدول الاجنبيه ممكن احنا نكون زي ما الحاجات المتوفره عندهم هناك تكون عندنا متوفره هنا. فبعض الحاجات يعني مش كل حاجه عليه احنا ممكن برضه نعمل حاجات. اكيد طبعا ما المسؤوليه مشتركه. بيحطوا حصص الاداب الاخلاق الحاجات دي يعملوا الاخلاق الصحيحه مش لما يحطوا قدام حد مثلا يتكلموا معاه. معلش يجيبوا حصص يعني في الاخلاق والاداب. الاخلاق تمام ايوه عشان يعرف يتكلم مع الناس ويسمعهم. مظبوط. حاجه ثانيه يا جماعه؟ احنا كل اللي بنعمله احنا بندرسه بس يغير المنهج تغيير بس المنهج. احنا يعني ما بنستفدش في حياتنا احنا كل اللي بنعمله احنا بنذاكره وبنمتحنه بس. يعني ما فيش يعني في علاقه بين المنهج اللي انتوا بتدرسوه والواقع ما بنستفدش ولا هو خالص احنا بس بنذاكره عشان نمتحن فيه بس مش اكتر. بس كده وخلاص. ماشي. تاني يا جماعه؟ بشكركم يا جماعه لو جت نظركم الجميله دي ووعدكم ان شاء الله ان نوصل صوتكم للمسؤولين ومبسوطه جدا ان اتعرفت عليكم. نبتدي معانا بأول سؤال.
انتوا شايفين المنهج طويل معقد مليان كويس، في ناس شايفاه كويس، انتوا ايه وجهة نظركم؟ اتفضلي. انا منهج الدراسات معقد شويه، يعني في التاريخ يعني اعمال الناس بتيجي فوق بعضها. ان انا مثلا يعني محمد علي مثلا عمل حاجه بتيجي على اللي اسماعيل باشا عمله او كده، يعني كله في التاريخ بتلخبط يعني. تمام اتفضلي. هما الثلاثه اللي انت قلتيهم معقد ومليان كلهم من بعض، خاصه الرياضه يعني ايه، يعني لو حبيت اكتب رياضه هتتحب بصراحه. تمام اتفضلي. انا دراسه طويله. دراسات. اتفضلي. كل المناهج طويلة، بس في مناهج ممكن نكون بنفرق عنها، بس المفروض يعملوا اللي احنا نمتحنه مثلا في نص الترم غير اللي احنا نمتحنه في آخر السنة. ولا دراسات طويلة. دراسات التواريخ دخلت بعدها. كله على الدراسات بس. دراسات رسم وفي حاجات كتير. يعني انتوا يا جماعة مش بتدرسوا كلها؟ شيلوا الدراسات كلها. ولا في مناهج تانية صعبة عليكم؟ في احنا عايزة مفيش مناهج تانية معقدة؟ اتفضل. قولي انت كمان عادي. مش مكان يتخلص. في معلومات متشابهة بعض المواد. دي اللي عملت مشكلة يعني. تمام. اتفضل. ينفع او الحاجات اللي بنحلها طولت كده بقى. ما امتحناش في اخر السنه لان جامد قوي، يعني نقعد نذاكر ونذاكر مش كفايه اللي احنا ذاكرناه. يعني تمتحنوا فيه ما يكونوا معاكم. عندك رياضة؟ دراسات طويله جدا كتير. تحليل المناهج، المنهج طويل طيب. تمام يا جماعة عشان الوقت بس. ايه الفرق بين الكتاب المدرسي والكتاب الخارجي؟ ولا انتوا شايفين ان مفيش فرق؟ مفيش فرق. كتير طبعا، عشان الكتاب الخارجي بيشرح كل حاجة، الكتاب المدرسي ما كنتش اصلا تفاجئ من الكتاب المدرسي. تمام اتفضلي. الكتاب الخارجي يعني بيكون فيه معلومات اكتر شويه، وفيه معلومات اسرائيليه او كده، يعني معلومات اكتر شويه، وبيضيف لنا يعني حاجات برضو معلوماتنا دي برضو حاجات من اللي بتعقد برضو. تمام. طب انتوا تمام اتفضلي. الكتاب الخارجي طبعا احسن، لان الكتاب المدرسي بيدينا المعلومه وخلاص. اما هي نفس المعلومه هنا، هي نفس المعلومه هنا، بس في الكتاب الخارجي بتبقى المعلومه ومشروحه وازاي حصلت وكده، يعني فرق كبير ما بينهم. تمام. طيب يا جماعة انتوا شايفين ان الأنشطة المدرسية اللي انتوا بتاخدوها يعني مسرح اقتصاد وهكذا بتضيع وقتكم، ولا هي مفيدة جدا بترفه عنكم او كده؟ اتفضلي. لا هي بترفه عننا طبعا، يعني احنا اصلا يعني لو ما كانش عندنا موسيقى او مسرح او رسم او كده احنا ممكن ما يكونش ايوه ما يكونش في ترفيه خالص. تمام اتفضلي. تمام. يا جماعة انتوا رأيكم ان احنا ممكن نعمل فصل للمتفوقين؟ يعني نفصل الناس الأوائل دولت عنهم خالص عن المستويات المتوسطة؟ لا طبعا، علشان كده الناس اللي هم مثلا مستواهم مش حلو هيحسوا بالفرق وعمرهم ما يتفوقوا، يعني ده لازم لازم يكون في تساوي. لازم طبعا يكون المتفوقين مع العاديين، علشان لو حد متفوق العادي مش هيسعى ان هو يتفوق وتبقى يعني مدارس متقدمه الاول، يبقى في روح منافسه. ايوه بالظبط، عشان لو عملوا يعني فصلين منفصلين كده هتبقى يعني المدرسه نفسها ما يعني ملهاش لازمه. تمام اتفضلي. بالعكس طبعا
بنشجع الناس المتفوقين انهم يحبوا يتفوقوا اكتر. اتفضلي. لا لازم المتفوقين يكونوا مع المتوسطين عشان المتوسطين يتعلموا من المتفوقين ويبقوا زيهم. عشان الكبير اصلا بتشجعهم هم نفسهم كلهم هم يفضلوا هم ممكن يكتسبوا معلومات جديدة من خلال اللي هم المتفوقين دول عشان ممكن يتغاضوا منهم ويبدأوا يذاكروا ويكونوا أحسن منهم. يا جماعة اتفضلوا. أكيد لأ، يعني لو فصلناهم هم ياخدوا نفسهم اللي هم شطار مش هيذاكروا، يعني هيكونوا متأكدين إنهم شطار، يعني مش هيذاكروا تاني. هو اصلا ما ينفعش علشان كده هو لما يرجع عارف حاجه مش كده احنا هنلاقي بعدين. طب تمام يا جماعه، لو انت اي واحده في الامتحان وهي بتطلع الاولى مثلا، والامتحان حليتي الامتحان كله واقف عليكي نقطه، النقطه دي لو ما حليتيهاش مش هتطلعك من الاوائل، هتطلعي من الترتيب خالص. هتضطري ان انت تغشي ولا تسيبيها؟ اتفضلي. مع ان النقطه دي مش هتخليكي تطلعي من الترتيب مع ان انت كنتي الاولى. ماشي اتفضلي. احنا عندنا لما احنا ممكن اصلا الامتحان خالص بس احنا ما نغشش، بس الحمد لله يعني لازم نذاكر ونعمل كل حاجه عشان احنا اصلا ما يتوقفش على النقطه دي. تمام اتفضلي. فلما كده